طبعا كلنا سمعنا قصص وحكايات كتير عن الجن والسحر والكلام اللي انت عارفينه ده كله. بس النهارده هنعرف مع بعض قصة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه مع الجن والسحر، ويا ترى تجربته كانت عاملة ازاي وكان ايه تفسيره. وعشان مطولش عليكم اكتر من كده انزل اعمل لايك وسبسكرايب وشير، ويلا نشوف ايه الحكاية. اصعب اللحظات للشيخ الشعراوي انه تعرض للسحر، وان الجن قدر يتشكل قدامه اكتر من مرة، وطبعا ما قدرش يكتشف ده غير لما شغل دماغه بالموضوع فترة كبيرة. الحكاية من البداية خالص ان جالي الشيخ الشعراوي زيارة رسمية لدولة الجزائر، وهناك اتعرف على سفير المملكة العربية السعودية السابق وهو الشيخ رياض الخطيب، وده يبقى ابن الشاعر الكبير فؤاد الخطيب. وبقى في علاقة قوية جدا بينهم هما الاتنين، والعلاقة دي قعدت فترة كبيرة جدا لدرجة ان هما مبقاش بيسيبوا بعض لا ليل ولا نهار. وبعد كام سنة اتنقل السفير السعودي لدولة باكستان عشان يبقى السفير السعودي هناك في باكستان. وبالصدفة البحتة جال الشيخ الشعراوي مؤتمر إسلامي في دولة باكستان في الوقت اللي هو كان سفير فيه هناك. ولما السفير السعودي عرف ان الشيخ الشعراوي جاي دولة باكستان، أصر ان خلال الفترة اللي هيكون فيها الشيخ الشعراوي يكون في ضيافة السفير السعودي. في مرة من المرات كده وهم قاعدين مع بعض، السفير السعودي قال للشيخ الشعراوي انا تعرضت لحاجة غريبة جدا ومش لاقي ليها اي تفسير، تعرف تفسرها لي؟ والحكايه ان السفير السعودي حضر عرض سحر لساحر هندي، وده في قريه على الحدود بين الهند ودوله باكستان. والساحر ده كان بيعمل شويه حاجات غريبه وشويه خدع زي ما انتم ما فاهمين. فالسفير السعودي طلب من الشيخ الشعراوي ان هو يروح بنفسه ويحضر عرض السحر ده ويشوف بعينه اللي بيعمله الساحر ده، ويمكن يلاقي اي تفسير للي بيعمله الساحر الهندي ويفهمه ايه اللي بيحصل بالظبط وبيعمل كده ازاي. فطبعا الشيخ الشعراوي قال له انا ما عنديش مانع ويلا نروح. وفي يوم من الايام صحوا بدري وقرروا ان هم يروحوا للساحر ده، وبدأ ان هم يروحوا للقرية اللي فيها السحر الهندي وعشان يبدأوا العرض من الاول. والساحر قعد يحضر الحاجات بتاعته اللي هو بيستخدمها في السحر والخدع اللي بيعملها دي، وحضر الشيخ الشعراوي فعلا العرض من البداية. طب هو العرض ده كان عبارة عن ايه بالظبط؟ ان هو الساحر ده كان بيجيب شوية قطن عادي جدا ويحطهم قدام كل اللي حاضرين العرض بتاعه، وكان يمسك القطن ده عشان يأكد لهم ان ده قطن عادي جدا ومفهوش اي حاجة. وفجأة واحدة بعد شوية كلام كده يقول وحركات بيعملها الساحر، القطن ده بيتحول لحبل. ازاي؟ هنفهم دلوقتي مع بعض. وبعدها السحر يتكلم شوية تاني ويعمل شوية حركات والحبل ده يتحول لعمود حديد قوي جدا. الساحر كان بيبقى معاه طفل كان بينادى عليه ويخليه يجي يطلع على الحديدة دي. وفي وسط ذهول من الناس العرض خلص والناس كلها كانت مبسوطة وقعدوا يسقفوا، إلا الشيخ الشعراوي كان متضايق جدا وكان بيقول إن مستحيل ده يكون طبيعي وفي حاجة غريبة حصلت احنا مش واخدين بالنا منها. وغير انه اتضايق لان هو حس ان هو اتسحر هو كمان. فرجع الشيخ الشعراوي للمكان اللي هو ساكن فيه وقعد 3 ايام كاملين بيفكر ازاي ده حصل ويراجع ايات من القرآن اللي ليها علاقة بالجن والسحر. وقدر يعرف وقتها ان السحر سحر للعين، بمعنى اصح ان هو بيقدر يتحكم في نظر الناس اللي قاعدين قدامه كلهم والبني ادمين اللي قدامه. والشيخ الشعراوي طلب من السفير ان هو يروح العرض ده تاني ويحضروه من الاول، بس المرة دي كان رايح ومعاه كاميرا. وحضر الشيخ الشعراوي فعلا العرض من البداية للنهاية، والساحر عمل كل اللي عمله المرة اللي فاتت ومفيش أي اختلاف ولا في أي حاجة جديدة. يعني القطن هو هو، وبعدين اتكلم وتحول لحبل، وبعدين اتكلم تاني وتحول لعمود، وبعدين جاب الطفل وطلع فوق العمود ده. مفيش أي حاجة جديدة ولا أي اختلاف. بس الحاجة الوحيدة اللي اختلفت المرة دي إن الشيخ الشعراوي في كل خطوة الساحر ده كان بيعملها كان بيصور بالكاميرا اللي معاه، وده لو دل على شيء بيدل على ذكاء الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، وهنعرف ليه دلوقتي مع بعض. المهم بقى ان هو اول ما رجع البيت بدأ ان هو يراجع الكاميرا والصور اللي صورها. بس المفاجأة هنا كانت غير متوقعة تماما، وهي ان كل الصور اللي صورها للساحر الهندي ما فيهاش اي حاجة وكلها شاشة بيضة. بمعنى اصح ان ما فيهاش اي قطن ظهر ولا اي حبل ولا اي عمود حديد. ده حتى الطفل الصغير اللي كان بيطلع يقعد فوق العمود ده مش موجود اصلا في الصور. وقتها بقى راح للسفير السعودي وقال له ان كل اللي بيحصل ده تخيلات ومفيش اي حاجة من دي حصلت. وقال له برضه ان كل اللي بيعمله الساحر ده ان هو بيسخر الجن مش اكتر. مرة يسخر الجن على شكل قطن، وجن تاني يتسخر على شكل حبل، وجن تالت يتسخر على هيئة عمود حديد، والجن الرابع يتسخر على هيئة طفل.
انتوا متخيلين لدرجة ايه؟ والناس طبعا مش عارفة اي حاجة ومش حاطة في دماغها حاجة زي كده، وبينجح الساحر في الخدعة بتاعته. استشهد الشيخ الشعراوي ببعض الايات من القرآن وقال ان الجن مستحيل يظهر قدامك كده طبيعي، وانه لازم يتشكل في حاجة مادية سواء انسان او كلب او قطة او حتى اي حاجة جماد. وقال ان السحر بيسخر الجن وان الجن بيتشكل زي ما انت ما عاوز، فخد بالك بقى المرة الجاية وانت بتتفرج على اي عرض. والكلام اللي انتوا سمعتوه في الفيديو ده كله على لسان الشيخ الشعراوي، وقاله في خطبة من ضمن الخطب بتاعته. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص، ولو اول مرة تشوفنا ما تبخلش عليا باللايك والسبسكرايب والشير عشان القناة تكبر والفيديو يظهر لاكبر عدد ممكن. وكان معكم حسن الخولي.